السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال يا رب. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم بريوش جد اقتصادي جدا بمناسبة هذا الغلاء وهاد الاسعار اللي جد مرتفعة. كنقدم لكم هذه الوصفة اللي في استطاعة الجميع يقدر يديرها بدون بيض ولا زيت، وجد اقتصادية جدا. بقاو معايا لاخر فيديو باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. ولا عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. هنا غناخد اناء غادي نضيف ليه كاس ونصف تاع الحليب. هنا دائما الحليب يكون دافئ. غادي ناخد هنايا ايضا هنايا نص كاس تاع السكر او سنيده. غادي نحتاج هنايا ساشي تاع فاني. من بعد غادي ندير الخميره الفوريه اللي كتكون ديال الخبز. غادي نستعمل ملعقه كبيره ونصف تاع الخميره. من بعد هنايا غناخد ملعقه كبيره ايضا ديال الزبده اللي كنكون ذوبناهم. من بعد هنايا غادي ندمج هاد العناصر كاملين حتى يذوب لينا دوك السكر. من بعد هنايا غنبدا نضيف في الدقيق مره نبدا نضيف. هنا بالنسبه للكميه البنات راه كيخدات ليا 500 غرام تاع الفورص، اي 5 الكؤوس تاع العنبه. من بعد هنايا درت هاد الخميره ديال الحلويات. من بعد غنبقى مره نضيف الدقيق ديالي حتى تجمع لينا العجينه. بالنسبه للعجينه هنايا البنات ما تجيش جاريه وما تجيناش قاصحه. هنا من بعد ما تجمعات لي العجينه ديالي هنا غادي نخليها ترتاح تقريبا واحد 10 دقائق فقط. هنا من بعد ما ارتاحت لينا العجينه هنا غادي نحاول نخرج من هذاك الهواء. ومن بعد غادي ناخذ المدلك وغادي نبدا نسرح فيها. نحاولوا البنات في التسريحه ما نحاولوا ما نرقوهاش مزيان وما نديروهاش ايضا غليظه، نديروها متوسطه. هنا كما كتلاحظوا راه ما كندير لا دقيق لا زيت لا حتى حاجه. عندنا هنايا العجينه ما كتلتصقش لي، داكشي علاش قلت لكم حاولوا ديروا العجينه ديالكم ما تكونش كتلصق وما تكونش ايضا قاصحه. من بعد هنايا خديت هنايا الشوكولاط ديال الدهن وغادي نسرحوا على ديك العجينه عندي كامله. من بعد غادي نشكل فيها على شكل رولي. من بعد هنايا خديت طاول كتدخل ليا الفران او مول اللي دهنته بالزبده باش نحاول ما تلتصقش ليا البريوش ديالي. صافي كنحاولوا هنايا كما قلت لكم هذيك الجهه التحتانيه هي اللي درتها الفوق باش ما تحلش لينا من التحت. صافي هنايا كنخلى ايضا هنا تختمر ليا تقريبا واحد 10 ديال الدقائق. هنا كل ما اختمر لكم البريوش البنات راه كيجيكم خفيف وكيجيكم زوين. هنايا غادي نخليها ترتاح لينا.
يعني من بعد ما ارتاح لينا البريوش كيف البنات كيجي راه كيجينا طالع. هنايا بغيت نخلي هاد الوصفه ديالي بدون بيض، تفاديت ما ندهنش بالبيض، دهنتها غير بالحليب على الوجه ديالها، والحليب يكون دافئ. صافي هنا كنكون مخليه الفران كيسخن من قبل على درجه حراره 180، كنشعل عليه من التحت حتى كتحمر ليا، من بعد كنشعل عليه من الفوق. ها هو البريوش البنات من بعد ما طاب لينا راه كيجي محمر كاع من الجوانب. هنا كناخذ موس وكنحاول نحيد هذوك كانت شي حاجه لاصقه ليا من الجناب. هنا كناخذ واحد البيسيل من بعد كنقلب فيه البريوش ديالنا، وكيجينا على هذا الشكل البنات، راه كيجي رائع جدا، حتى في الشكل ديالو كيجي زوين وكيجينا محمر. هنايا هاد الوصفه راه جد اقتصاديه جدا، ممكن اي واحد يقدر يديرها. ونتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. نتلاقى في وصفه جديده وفيديو جديد ان شاء الله. خليتكم في امان الله وحفظه، والى اللقاء.